بالتاريخ المغربي العريق تلوح حكاية شجاعة وصمود لا تزال تلهم الأجيال. إننا اليوم نغوص في أحداث معركة وادي المخازن الأسطورية، تلك اللحظة الفاصلة التي غيرت مجرى تاريخ الأمة. كان ذلك سنة 1578 ميلادي، حين ارتفعت حدة التوتر، إذ سعى البرتغاليون إلى توسيع سلطانهم، فشكلوا تهديداً خطيراً تصدى له السلطان المغربي عبد الملك السعدي. ومع بزوغ شمس يوم المعركة، وقف الجنود المغاربة صفاً واحداً تتجسد فيهم القوة والعزيمة، وبفضل حنكتهم القتالية وروحهم التي لم تعرف الخوف، واجهوا جيوش البرتغال رغم كثرتها. لقد وحدهم سلطانهم، فكانوا مثالاً للشجاعة والإيمان بالنصر، يرسخون صورة القلب المغربي الذي لا ينكسر. لقد خلفت هذه المواجهة المهيبة صدى عميقاً في أرجاء البلاد، فلم تكن مجرد انتصار عسكري، بل تحولت إلى رمز للهوية المغربية وموطن للفخر الوطني. ومنذ ذلك الحين ظلت معركة وادي المخازن منارة تذكرنا بقيمة الشجاعة ووحدة الصف،